الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضور جميعا، لكم التحية ولكم التقدير. في البدء نترحم على شهدائنا، شهداء معركة الكرامة من قوات مسلحة وقوات نظامية ومواطنين. نسأل الله ربنا يتقبلهم ويحسن إليهم، ونسأل الله ربنا يشفي الجرحى ويشفي صدورنا من هؤلاء القوم المعتدين. أولا تحية خاصة جدا لكل منسوبي هذه المنطقة، منطقة النيل الأبيض العسكرية، عساكر وضباط ومواطنين ومستنفرين وأجهزة أمنية أخرى. نحن بنحييهم ونقول لهم قدمت هذه الفرقة، إذا الناس ما عارفين، خيرة أبناء لإسناد معركة الكرامة، وأنا شاهد على ذلك، وأنا شاهد أني أنا كنت متابع كل التحركات اللي كانت بتتم في كل محاور العمليات. ويمكن آخر مجموعة ما داروا منا في القيادة غشوه، رجعوا لهم 40 نفر وشالوا منا في 300. يا آخر كتيبة ظنها كانت شغالة في عزم الرجال، الله مع الشهيد على دين واحدة من المتحركات بتاعت أم درمان. على العموم نحن بنحييكم ونفتكر أنه أنتم قدمتوا وسندتوا معركة الكرامة وسندتوا الشعب السوداني، وأنتم قادرين ونحن واثقين من أنكم تزودوا مع إخوانكم عن حياة هذا الوطن وتدافعوا مع إخوانكم ضد كل من يحاول أن يعتدي على الشعب السوداني. يعني طبعا هذه المعركة معلومة بالنسبة للجميع، ومعروف أسبابها ومعروف تداعياتها، ونحن مستمرين في هذه المعركة، لا حنخنع ولا حنتراجع ولا حنستسلم ولا حنرفع زي ما قالوا السلاح، ما حنحط السلاح أبدا. الشيء اللي حصل امبارح في ود النورة وقبلها في كثير من مناطق السودان، في الجنينة حصل شيء مماثل، في النيالة حصل شيء مماثل، في كثير من قرى الجزيرة، في الخرطوم حصل شيء مماثل. نحن هذا الأمر لن نتركه يمر مرور الكرام، وهذه الأفعال لن نسامح من اقترفها، ولن نضع يدنا في يد من يرتكب هذه الأفعال. نحن يمكن نطمن أهلنا في كل بقاع السودان أن والله هذه المعركة ستستمر لغاية ما ينحسم هذا العدو، وهذه المعركة مستمرة لغاية ما ينتصر الشعب السوداني وتنتصر قواته المسلحة. نحن طبعا مقاصدنا من هذه الزيارة أن نقيف على أحوال الناس، نسندهم، نشد من أزرهم، نطمئن أن الناس قادرين أن يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن السودان. نحن أيضا واجب أن نحيي الشعب السوداني كله بكل فئاته وكل قطاعاته. الشعب السوداني وقف مع القوات المسلحة وقفة حقيقية. الشعب السوداني زودنا بأبنائه وزودنا بماله وزودنا بكل ما يملك عشان ندافع عنه وندافع عن هذه البلد اللي أهلها نحن كلنا لا نرضى أن نشوفهم مشردين، ولا نرضى أن نشوفهم نازحين، ولا نرضى أن نشوفهم ضاقت بهم الأرض. لذلك الأفعال اللي تمت قصادهم دي نحن ما بدنا نرينا مرور الكرام، وأهم في ود النورة نحن نقول لهم حقكم، نحن حنردوا ما بالدبل، ب 600 مرة حنرد لهم. نحن لما قلنا الحرب دي ما ضد الجيش، الحرب دي ضد المواطنين. عشان كده دعينا وقلنا والله كل زول قادر انه يحمل السلاح يجي نحن انضم لصفوف القوات المسلحه ويقاتل مع القوات المسلحه، والسودانيين استجابوا الان. نحن كل الشعب السوداني موجود
يواقف مع الجيش وبقاتل مع الجيش. لذلك واجب أنه نحن كعسكريين نستشعر هذه المهمة ونستشعر بأنه هذا الشعب قدم لنا أغلى ما يملك، زي ما نحن تعلمونا من زمان، قدم لنا أبناءه وماله. لذلك رقبتنا ونحن كلنا فداء لهذا الشعب السوداني. نحن طبعا رسالة من هذا المكان وقدامكم انتم كأحد روافد القوات المسلحة الرئيسية، عهدنا مع الشهداء وعهدنا مع الشعب السوداني أنه لن